اهلا بيكم في نقابه الاكيله، والنهارده هنجرب بوزو بزياده. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ طبعا دي حاجه شويه اتعملت كتير، او الناس كتير قوي بتحب تجيب البوزو ده عشان تجربه. التجربه ليه بقى مختلفه؟ مش عشان اي حاجه غير انها مختلفه، ده اول حاجه. تاني حاجه علشان انا جبت النوعين علشان نجرب. ده سعره 5 جنيه وبيكسب، بيقولوا حاجات جواه اكتر بكتير من قيمه ال5 جنيه. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. بما ان مفيش غير نوعين بس اللي موجودين في السوق، هما الجبنه والطماطم، فانا قررت ان انا النهارده اجيب الاثنين علشان نجرب ده وده. جبت 5 من ده و5 من ده، ويلا بينا. تعالوا نلعب لعبه حلوه قوي. ايا كان الكيس ده هيبقى بتاع مين، ساعتها ده هيبقى حظه في الدنيا. يعني تعالوا مثلا نقول ان ده اي واحده اسمها ايه، ده هيبقى حظها. ايه طلع لك عربيه. ايه انت هيجيلك عربيه. حضرتك مجنون؟ طب ندور البوز ونشوف بقى، بعيدا عن الالعاب، الموضوع يستاهل ولا لا. والله حلو. كان حبه الصغيرين دول كانوا 5 جنيه، مش قد كده، بس معاه العاب وحاجات زي كده. لعل نلاقي حظ كبير. ده حظ ايه في الدنيا. تعالوا نقول ده حظ خالد في الدنيا. تاني؟ انت ما بتحرمش. اوه دي بالونه اللي هي بتاعت العيد ميلاد. اسكت اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. رقم 8 اللي عنده 8 سنين. يا احمد، 8 سنين من نجاحات باذن الله، احتفالا بيها وبتاع. احمد مين؟ ومش كان خالد؟ يا خالد احمد مش فارقه كتير في احتفاليات. Shut up your mouth. تعالوا نقول بقى ان ده حظ احمد في الدنيا. يا ترى احمد ممكن يكسب ايه؟ احمد محتاج يحوش. احمد محتاج يحوش كويس علشان داخل على خطوبه. وانت كنت فين؟ حظ مين؟ اسامه اسم مهدور حقه في السوق. ده حظ اسامه في الدنيا. ايه الكائن ده؟ غواصه فضائيه. خالص بقى. ايه ده؟ لا ايه ده بتاعت بحر دي لا بتاعت تجري. ماشي. ده حظ اسامه في الدنيا. ده حظ ما قلناش محمد بقى، يعني محمد اسمه منتشر. ده حظ محمد في الدنيا. ما انت يا ابراهيم، انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ هي دي كوره يا راجل، بس ما تتقفلش، ودي نحله، فهي جواها مثلا اقعد يعني دي اعملها كده ويو. لا مش ويو، طلعت مش ويو. حاجه تافهه ملهاش اي 30 لازمه. ده حظ محمد بقى. اما نشوف حظ مين. ومين عمل في عينيك كده يا دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ تلتاح ولا يا؟ اخواتنا الاقباط. حظ ابانوب في الدنيا. ابانوب. بحبها قوي البتاعه دي. ابانوب، انت مستقبلك هتشتغل في المرور. مش محتاجه حاجه يعني. دي محصله الالعاب بتاعه البوزو بزياده بالجبنه. يا ترى الكاتشب اخباره ايه؟ ايه ده حجم ده حوار ده. ايه ده كوبايه. ما قلناش حظ مين في الدنيا، بس الكوبايه ممكن تكون لايقه على مين. ممكن انه حظ سمير. ده حظ سمير في الدنيا. جدع. والله حلو، الطماطم حلوه قوي. ايه الهدف من الفيديو ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. المره دي نزلت 3 عشان اعمل حاجه حلوه قوي. شرف. ده حظ عمر. ده حظ عمر
انا عارفه القلم ده كويس قوي، القلم ده حلو جدا وبينفع تكتب بيه على كوتشي ابيض يكون بايظ وعمل لون اصفر كده ماما تغسله ويبوظ، فبتقعد بقى ترسم عليه زي المندله كده، فالمندله هنا بتبقى حلوه قوي بالقلم ده. اخلصي بقى، اخلصي بقى. عمر حظك حلو جدا في الدنيا. ده حظ محمود وده حظ ملك، ولد وبنت، والمقارنه ما بين ولد وبنت دلوقتي اما نشوف ملك الاول، البنات الطف الكائنات، تروح جنب اخوها عمر. جمل حمول يا ولا حمول، من واضح انك كنت بتحمل ملك كتير. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن اضحك. دي الالعاب بتاعت بوزو بالجبنه ودي الالعاب بتاعت بوزو بالكاتشب. وهنا حسيت ان دي رساله. بوزو بالجبنه بيقول لك لما يبقى عندك 8 سنين هتحوش، هتغوص باحلامك انك تجيب عربيه بس اخرك هتشتغل في المرور وتحجز كوره مع اصحابك بالليل. اما بوزو بالكاتشب بيقول لك لا بص يا عسليه، انت روح ذاكر بقى عشان انت عندك امتحانات وخليك صبور على اللي بيحصل فيك، خليك صبور واقعد ذاكر. وبكده نكون خلصنا الحلقه النهارده. وتفتكروا بوزو بالجبنه احلى ولا بوزو بالكاتشب احلى؟ لو حد جربه شاركنا في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ومنشن لصاحبكم الاكيل عشان يجي ياكل معايا. باي باي.